السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى جميع الإخوان والأخوات يلقاكم هذا الفيديو بخير وبتمام الصحة والعافية يا رب العالمين، نتوما وكافة الأهل والأحبة ومعز عليكم. من هالمنبر هذا كنقول لكم عواشركم مبروكة، الله يدخل عليكم يا رب العالمين رمضان بالصحة والهنا وراحة البال، وباش كتمناو ان شاء الله الرحمن الرحيم نتوما وليداتكم يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحاول نشارك معاكم طريقة رائعة وسهلة ديال الجاليت. مهم فوقاش ما حبيتي توجديه بواحد السرعة وممكن لكي تحضريه يعني في الكوتاي أو لضيوفك بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات قلالين. بسم الله على بركة الله. كيف ما كتلاحظوا عندنا كاس العنبة ديال السكر، كاس العنبة ديال الزيت المائدة، عندنا واحد جوج حبات البيض. بالنسبة للبيض ما غاديش نديرهم بجوج، غادي ندير وحدة ونصف. غادي ناخد وحدة غادي نوضعها بيضة كاملة، والثانية غادي نوضع غير البيض الابيض ديالها، والصفر غادي نحتفظ به. كنضيف واحد جوج معالق كبارين ديال العسل، ومن بعد كنضيف الزيت المائدة كاس ديال العنبة، وكنضيف كاس ديال العنبة ديال السكر. كنضيف شوية ديال النافع مطحون، وكنخلط المكونات جيدا. ممكن تضيفوا النافع والجنجلان، ولا تضيفوا غير النافع، ولا تضيفوا غير حبة حلاوة، مهم على حساب اللي متوفر عندكم. كنضيف نخلط الكل جيدا كيف ما كتلاحظوا. كنضيف واحد القبيصة ديال الملح لتحسين الذوق، وكنضيف الدقيق على حسب الخليط. بالنسبة للخميرة ديال الحلوى كنديروا شاسي ونصف، يعني حبة ونص ديال الخميرة، وكنضيفوا الدقيق على حسب الخليط، ومن بعد كنجمعوا العجينه. بالنسبه للعجين ديال الحلوى ديالنا ما خصهاش تكون قاصحه وما خصهاش تكون مطلوقه، خصها تجي متوسطه باش كنحصلوا على الحلوى تكون زوينه ديال الكاليت. كنخلطوا المكونات جيدا حتى كنحصلوا على هاد الخليط. هذا هو باش يستقلكم كيف ما كتلاحظوا راه كيجي رطب. من بعد واحد الصينيه نتاع الفرن غادي ندهنوها جيدا بالزيت، ومن بعد غادي نشكلو على شكل كويرات بحال شكل غريبه، وغادي نبسطوهم واحد شويه غير شويه ماشي بزاف. من بعد غادي ناخذ داك صفر البيض اللي احتفظت به، غادي نضيف له شويه ديال نيسكافي ونخلطه جيدا، ومن بعد غادي ندهن الشكل ديال الكاليط كامل. ومن بعد كناخذوا واحد الفارشيط وكنحاولوا نزينوا بها من الفوق على هذا الشكل هكا. غادي نستمر كامل الكاليط اللي عندنا، ومن بعد غادي ندفعوه للفران. بالنسبه للفران كيكون على 180 درجه، كنخليوه يسخن جيدا. من بعد كنقصوا على الحلوى ديالنا. بالنسبه لكان عندكم يعني الفران ديال الضو، حاولوا توضعوه في الوسط، لان هاد الحلوى كطيب بسرعه البرق. كي كنحسوا بان الحلوى صافي بدات كتنفخ وشدت راسها، كنحاولوا نقصوا الفران من التحت باش ما كتحركش لينا الحلوى، ومن بعد كنشعلوا عليها من الفوق كتحمر. ما كتجي كتحمر الفوق حتى كيكون الحلوى صافي تحمرت من التحت، كتجي هي هذيك. صراحه كيجي هذا الكاليط اللي كيجي رائع وزوين، يعني ممكن تعطيوه لوليداتكم يعني هكا المدرسه، ممكن توجدوه يعني هكا الكوتي او شرب قهوه او عصائر، وكنقدموا لكم بصحه والراحه. راه كيجي كاليط رائع وزوين، نتمنى تعجبوه يعني يعني اقتصادي ورائع في نفس الوقت، وكيعطيكم واحد الكميه ما شاء الله. نتمنى تعجبكم هذه الطريقه هذه، وتحياتي لكم. كيف ما كتلاحظوا كيفاش يعني حصلت على الكاليط ديالنا بهذا اللون بهذه التحميره اللي كيجي رائع، وصراحه كيجي توب رائع بزاف. نتمنى تجربوه ويستقلكم، وتحياتي لكم، وكنتمنى لكم النجاح ومسيرة موفقة في حياتكم، وعواشركم مبروكة. Feel your heart, is it beating? 'Cause I want to let you know